السلام عليكم. المذيع اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت مذيع عديم خبره، ما يعرفش يعني ايه اعلام اصلا. لما واحد زي ده يطلع يتكلم عن النادي الاهلي كبير افريقيا وعم عموم المنطقه وسيد السادات وسيد القاره الافريقيه كلها بالطريقه اللي اتكلم بيها دي، فاعرف ان هو واحد لا يعرف اي شيء عن الاعلام. ده واحد لبسوه غطره وعقال وقالوا له اقعد هنا وقول اي كلام يتقال وخلاص في البطيخ، زي ما قال قبل كده وليد الفرج بتاع السعوديه. مش طلع قال يا ويلك يا الاهلي المصري؟ وده برضه طلع قال يا ويلك يا الاهلي المصري من العين ومن سفيان رحيمي. احب اقول لك ان سفيان رحيمي اكرم توفيق حطه في جيبه ومش راضي يخرجه من جيبه من ساعه ما المباراه بدات. بيتحايلوا عليه بعد ما خدنا الكاس ان هو يطلعه من جيبه، مش راضي يطلعه. مش اي حد يقعد على قناه يفتي ويقول اي حاجه. اظن اسيا كلها عرفت مين البابا ومين العو. اوعى حد يجيب سيره الاهلي تاني. والافضل ليك بدل ما تتكلم على الاهلي اطلع واعرض تاريخ النادي الاهلي اللي عدد بطولاته قد فرق الامارات كلها. اوعى تجيب سيره الاهلي بالطريقه دي عشان انت مش قد الاهلي، لا انت ولا اي فرقه في الخليج كلها. الاهلي يا عم عموم المنطقه والشرق الاوسط. الاهلي بينافس ريال مدريد. انت ما شفتش بطولاتك؟ ده انت 14 دوري تعبان. الاهلي ببطولات الدوري بتاعته بس قد تاريخك كله. مين انت عشان تتكلم على الاهلي؟ اما تيجي تتكلم على الاهلي وعايز تتنجم وتتلمع اتكلم عن بطولاته. اوعى تتكلم عن حاجه ضد النادي الاهلي عشان هتخبط في وشك. واخيرا وليس اخيرا، عشان ممكن في يوم من الايام نلعب ماتش في فرق خليجيه تاني، اوعى حد يجيب سيره الاهلي وحش عشان تتكلم وحش عن الاهلي هتخبط في وشك، هتعمل اكسيدنت. اوعى تجيب سيره الاهلي وحش. الاهلي عمكم وكابس على نفسكم. السلام عليكم.